السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة إن شاء الله أنا بوجه رسالة لفريق نادي الزمالك، اللعيبة، الجهاز الفني، مجلس الإدارة، كل ما يمت بصلة للنادي. انتوا شفتوا الحرب المعلنة علينا، وخصوصا على جمهور الزمالك اللي واقف وراكوا بفدائية ملهاش مثيل. الجمهور ده أنا إن شاء الله لازم أعمل له فيديو لوحده، ده حاجة فوق الوصف. لكن الرسالة ليكم انتوا النهاردة، بالله عليكم موتوا نفسيكم، حاربوا. ما ينفعش توقعوا الناس دي، ما ينفعش تخذلوهم ولا تشمتوا حد فيهم. انتوا شايفين وعارفين ايه اللي بيحصل معاهم وفيهم. طبعا احنا ضد اي تجاوزات والكلام الفاضي ده كله، احنا من اول يوم بنقول انه ما ينفعش، واحنا روح رياضيه واخلاق ومبادئ والكلام ده كله اللي هو مسلم بيه ومفيش نقاش فيه. ولكن اللي بيحصل من المنافسين ومن المنظومه ككل حرب قذره متدنيه عشان يوقعوا النادي ده وعشان يوقعوا جمهوره ويخذلوه ويكسروهم. انتوا دلوقتي فرس الرهان، انتوا الفارس اللي في الملعب، انتوا المقاتل. لو اتخاذلتوا او وقعتوا هتوقعوا الناس دي وهتحبطوهم، وهتحققوا الهدف الخبيث الدنيء اللي المفروض بيتخطط له من سنين. والحمد لله بدأنا نقف على رجلينا ونشم نفسنا وناخد المكانة اللي احنا يعني نستحقها وزيادة. بالله عليكم بستحلفكم بالله، استرجلوا، موتوا نفسيكم، ما تغزلوش الجمهور ده. انا عارف ان انتوا قدها وقدود، لكن ما تخلوش اي حاجه تشغلكم عن الملعب وعن المكسب. ما توقعوش جمهور الزمالك ولا تخذلوه ولا تحبطوه. ما توقعوش الفرسان، ما توقعوهمش. انتوا دلوقتي دوركم في الملعب دور المقاتل اللي في الحرب، لا ينفع يهرب ولا يكسل ولا يتخاذل. النهارده وبكره ولغايه اخر الموسم ولغايه كل موسم انتوا فرس الرهان، وانتوا باذن الله باذن الله اللي هترفعوا راس الناس دي وهترفعوا راس نفسيكم. اعملوا لنفسيكم واعملوا للنادي وللكيان وللجمهور اللي مفيش اوفى منه. مفيش حد احتك بجمهور الزمالك الا لما عيش وعيش. اللي كان في يوم من الايام منافس زي حسام حسن واتكلم عن الجمهور، جده فريرا العظيم اللي دلوقتي بيتغنى بجمهور الزمالك، كل من مر على جمهور الزمالك بيتغنى بيه. بالله عليكم ما تخذلوهم. وانا مش هقدر اتكلم اكتر من كده، وانتوا فاهمين كل حاجه اكتر مني ومن الجمهور. موتوا نفسيكم في الملعب، ما توقعوش ولا توقعونا وراكم، وربنا ينصركم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.